معانا على التليفون كابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك والمنضم حديثا لنادي الاتحاد السكندري. يا كابتن حازم صباح الفل. صباح الفل يا ابراهيم. عامل ايه يا نجم النجوم؟ اخبارك تمام والله الحمد لله. الحمد لله والله الحمد لله تمام بخير. سعيد بانضمامك لنادي الاتحاد السكندري؟ طبعا نادي كبير نادي الاتحاد، وانا مبسوط جدا ان انا انتقلت لهم بصراحه. طيب بص بقى، يعني بصراحه كده كابتن نادي الزمالك ده مش حاجه قليله، فلما يبقى كابتن نادي الزمالك وينضم الى فريق اخر اكيد في مشاعر كتير دلوقتي بالنسبه لك لما هتلبس فانيلا تانية غير فانيله نادي الزمالك، وانت واحد من ولاد نادي الزمالك اللي طلعوا وتربوا على الفانيلا البيضاء. الوضع بالنسبه لك عامل ازاي؟ هو انا اول مره البس فانيله نادي تاني طبعا غير نادي الزمالك، لان انا بقالي 22 سنه في نادي الزمالك من سنه 94 وانا في نادي الزمالك. فاكيد طبعا هيبقى شعور مختلف ان انا بلبس اول مره يبقى في حياتي بلبس تيشيرت غير تيشيرت نادي الزمالك. بس لما ابقى رايح لنادي زي نادي الاتحاد ليه جمهور وناس محترمه جدا، مجلس اداره ناس محترمه جدا، ومعاه جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن وليد صلاح الدين وكابتن مختار. فاكيد الحاجات دي كانت من ضمن الحاجات اللي شجعتني. يعني انا كان جاي لي كذا حته ثانيه بعد المشكله اللي حصلت، بس انا فضلت نادي الاتحاد عن اي حته ثانيه بسبب الجمهور. انا اصلا بحب نادي الاتحاد جدا، وبسبب ان مجلس الاداره بتاعه طبعا ناس محترمين جدا، والقعده مع كابتن وليد صلاح الدين بصراحه خلصت كل حاجه. طب عايز اسالك سؤال، هو السبب في رحيلك هو الموضوع الازمه اللي حصلت ما بينك وبين باسم مرسي، ولا كان في اسباب ثانيه خفيه مش معلومه يعني؟ والله يا ابراهيم يعني انا كنت حاسس المعامله من الغرب بقالها فتره، يعني بقالها اكتر من شهرين ثلاثه كده. بس انا طبعا يعني ما اقدرش اقعد يعني ابقى احس ان انا ابقى تقيل على حد وانا قاعد. فحتى لو انا بعشق نادي الزمالك فما احبش انا ابقى تقيل على حد. فانا قررت ان انا اول لما رجعت، انا كنت طالب من نادي الزمالك بقالي فتره ان انا لازم اطلع اعاره سواء جوه مصر او بره مصر. طيب انا كمل يا كابتن حازم اتفضل. فانا امبارح كان جالي تليفون ان انا المفروض هقعد في النادي واكمل في النادي، بس انا طلبت منهم ان انا اطلع اعاره، ان انا اطلع السنه دي اعاره وارجع تاني النادي الزمالك في بدايه السنه ان شاء الله. طيب يعني الرحيل ده كان يعني بناء على رغبتك انت مش بناء على رغبه حد؟ يعني مفيش حد بلغك قال لك كابتن حازم انت مش معانا شوف؟ لا هو ابراهيم الاول طبعا في الاعلام حضرتك اكيد سمعت الفتره اللي فاتت دي كلها، سمعت وقلت حازم مش موجود وحازم لا يا يتباع يتعرض البيع يا الا اعاره. فاكيد انا مش همسك يعني اكيد مش شفت نفسي على حد يعني يا ابراهيم. فانا مين سبب رحيلك؟ مين سبب رحيلك كابتن حازم؟ مين اللي يعني غير المعامله او المعامله اتغيرت معاك بسببه؟ والله كتير والله يا ابراهيم، يعني ناس كتير، بس يعني الناس اللي كانوا متمسكين بيا لغايه امبارح وكانوا بيكلموني كانوا استاذ احمد مرتضى وكان استاذ رحمه برجيله بصراحه. دول اكتر اتنين كانوا متمسكين. اكتر ناس بصراحه يعني كانت الناس لغايه امبارح ناس متمسكه بيا جدا. بس يعني في ناس ثانيه في الجهاز الفني يعني اديك انت شفت ناس مشيت من غير ما تتبلغ حتى ان هم هيمشوا. انا زعلت قوي على حماده طلبه بصراحه. والله انا كنت رايح التمرين بكلم حماده طلبه بيقول لي انا ما حدش كلمني ان انا قال لي تعالى التمرين ولا حاجه. قلت له انا كمان ما حدش كلمني، يعني انا كمان ما حدش كلمني قال لي تعالى التمرين. بس انا رحت قلت له انا رايح النادي، قال لي لا انا مش هروح غير لما حد يبلغني. فانا رحت فضلت لابس لبس الخروج زي ما انا وفضلت قاعد بره حتى نزل التمرين وما حدش قال لي انزل التمرين. فاكيد انا كان لازم اقول لهم ان انا لازم اطلع عاره. انت زعلت اللي حصل مع حماده ولا لا؟ طبعا يعني واحد شايل نادي الزمالك في اي مركز يا زهرين بتقول له العب باك ليفت يلعب باك رايت يلعب مساك يلعب ما بيقولش لا، والمكان اللي بيلعب فيه بيأدي، يعني مش هو مستد ده كانوا خلاص، لا بيأدي وبيكسب الفرقه. يتعامل معامله دي اكيد يعني اكيد ما فيش حد بعد كده هواثق ان هو يختم مشواره، بس ان هو لو قضى خد دوله او خد 2 او خد 3 ممكن يتعامل نفس المعامله في اي وقت يعني. يعني حتى ما توضبولوش كلمه شكرا. حاسس ان انت اتظلمت برحيلك من نادي الزمالك ولا دي وضعيه طبيعيه لا تشعر فيها بالظلم؟ انا كنت هشعر بالظلم لو انا لعيب بقى خلاص قربت ابطل عندي 37 38 سنه كنت هشعر، انما انا لسه صغير يا زبرين، لسه عندي 26 او 27 سنه. فانا لسه المشوار قدامي. انا يعني عايز اثبت نفسي تاني للناس اللي حاسس انها جم عليا كتير الفتره اللي فاتت. عايز اقول لهم ان شاء الله ان انا هرجع تاني احسن من الاول باذن الله ان شاء الله. اسالك سؤال وجاوبني بصراحه، خايف على نادي الزمالك؟ قلقان على نادي الزمالك؟ اغلب ولاده خلاص تركوه، لم يعد من ابناء نادي الزمالك اللي هم اتربوا وطلعوا ما بين جدرانه الا تقريبا شيكابالا، ولو انا غلطان صحح لي. قلقان يا حازم؟ خايف؟
اكيد طبعا، يعني هو ابراهيم بانت قوي ان احنا بس اللي بنمشي. حتى انت لو هتدور على العقود هتلاقي اقل عقود اللي هم اولاد نادي الزمالك. عقد شيكابالا 1000 جنيه في السنه. كم؟ 1000 جنيه في السنه. 1000 كم؟ 1000 جنيه عقد شيكابالا 1000 جنيه في السنه. في السنه 1000 جنيه؟ محمد ابراهيم ما بياخدش فلوس. استنى بس، استنى يا كابتن حازم، انت بتتكلم بجد ولا انا والله انا بكلمك بجد؟ فانت بتكلمني بجد؟ والله 1000 جنيه في السنه. لا حول ولا قوه الا بالله. عشان الفلوس اللي اتدفع، عشان المشكله اللي كانت حصلت مع نادي سبورتنج، فالراجل ما اتكلمش يعني. طب هو بياكل يعني منين بياكل منين وبيشرب منين وبيعيش ازاي؟ وبتلموا له ولا بتعملوا ايه؟ لا يعني هو اكيد يعني مش محتاج، بس يعني حتى لو حصل مشكله مثلا او نادي الزمالك سدد فلوس جامده لنادي سبورتنج، اكيد لا يعني على الاقل تعمل حاجه. ده شيكابالا يعني. محمد ابراهيم برضه عشان المشكله بتاعته. انا وعمر من ساعه ما طلعنا واحنا كان عقدنا ما بيتخطاش 300000 جنيه لغايه لما عمر ربنا كرمه ومشي. فانا واخد من طول عمري ولاد الزمالك لازم يتعاملوا المعامله دي. الناس اللي تبقى جايه من بره بس هي اللي بتدفع لها فلوس، او هي اللي بتعمل معامله احسن. او رايك ايه في صفقات نادي الزمالك الموسم ده؟ صفقات مميزه يعني. نادي الزمالك جاب بس انا شايف ان التخمه اللي هتبقى موجوده ممكن تسبب ازمه يعني. انما انا شايف انها صفقات مميزه يعني. نادي الزمالك كان في مراكز كتيره كنا محتاج ان احنا ندعمها. بس كان ممكن مثلا كل مركز انت تجيب له لعيب، انما التخمه اللي حصلت ديت انا ممكن تسبب ازمه بعد كده يعني. لما نادي الاتحاد السكندري يلاعب نادي الزمالك هتتغيب عن اللقاء؟ ده مكتوب في العقد عندك يعني، ولا هتلعب الماتش؟ انا سمعت ان هو مكتوب، بس انا اكيد مش هتغيب يعني. انا سمعت ان هو مكتوب ان انا ما العبش الماتش، بس دي مش في الكوره يعني يا ابراهيم. لا هي يعني خليني اقول لك ان هي حصلت قبل كده في تشيلسي، لما كان كورتوا كان في تشيلسي، والراجل مورينيو ما رضاش يلعب الماتش، ما رضاش يخليه يلعب الماتش بتاعهم. قصه كده يعني، كان معار انت فاهم ايوه بس لو جت من مدير فني تمام يعني. هو مش عايز لا مش من مدير فني، اعتقد هم بند مكتوب في العقد يعني. بس يعني مش كوره يعني. اكيد طبعا هبقى الواحد يبقى شعوره مش هيبقى كويس وهو بيلعب قدام فرقته اللي قاعد فيها 22 سنه. بس انا عايز ما فيش ماتش تغاب عنه يعني، سواء قدام نادي الزمالك او اي فرقه ثانيه. مش عايز تغاب عن اي ماتش. عايز تلعب ماتش الزمالك يعني، ما عندكش فيها اي مشكله؟ لا مفيش مشكله. وجود خالد قمر معاك ومحمد سالم ساعد ان انت تنتقل لنادي الاتحاد السكندري؟ يعني يمكن انا كنت قبل خالد والله. يمكن انا اللي واحنا قاعدين انا كنت كلمت خالد وقلت له ان الناس محترمين جدا والناس متمسكين بيك. فانا كنت بعد محمد سالم على طول يعني. انا اول ما عرفت محمد سالم هناك برضو، عشان انا كنت هبقى رايح اول مره اروح على فرقه جديده، اول مره شعور احس يعني. فدي حاجه شجعتني برضو ان انا ابقى موجود. طيب عايز حاجه هتخلينا ناخد على الجو على طول هناك ان شاء الله. طيب بعد اللي حصل مع موضوع باسم مرسي، هل تشعر بانه انت كنت غلطان في التصرف، وانه كان لابد انك تراجع نفسك قبل ما يحصل اي نوع من انواع يعني الشد والجذب مع اي لعيب جوه الفرقه ولا لا مش غلطان. لا مش غلطان. لا مش غلطان. حتى بعد اللي حصل هي بس هي اتصورت طبعا يعني. حسونا ان احنا طبعا كنا بنصور فيلم هناك. طبعا هي ما كانتش بالصوره اللي الناس كلها صورتها دي. بس لو الموقف اتعاد 100 مره هعمله 100 مره يعني. طب ما تقول لي ايه الموقف اللي لو اتعاد 100 مره تعمله 100 مره؟ خليها خلاص بقى يعني. كويس انها خلصت على كده. ما هو انت دلوقتي طالما انت بتقول ان الموضوع كله على بعضه اتصور غلط. انا اتصور غلط. لا يبقى من حقك تدافع عن نفسك. لا هو حصلت مشاده. تمام. بس هم لما يبقى عايزين يخلصوا على حد او عايزين يوصلوا لحاجه بصوره غلط، فبتوصل بالصوره اللي هي هم مين اللي عايزين يمشونا بقى يعني، اللي كانوا بيتلككوا لنا بقى يعني. بس انت ما مسكتش السكينه يعني؟ بص يا زبران، احنا كنا قاعدين على الاكل. تمام. فالشده لما قمنا شدينا مع بعض واحنا على الاكل، ان اللعيبه كلها متحجزت ما بيننا يعني واحنا قاعدين على الاكل. بس كان الفرق ان الصحفيين قاعدين ما فيش 3-4 خطوط ما بيننا يعني. فشافوا كل حاجه فبعتوا بالظبط كده. طيب انا بس باقي لي سؤال واحد. عمر جابر كلمك بعد ما مشيت من نادي الزمالك ولا كلمك؟ كلمت معاه اول امبارح. المكالمه كانت ايه بقى؟ كان زعلان والله يعني. عمر كان زعلان قوي على اللي حصل وقال لي ما تزعلش فانا قلت له لا انا مش زعلان والله يعني.
طالما جت من اشخاص يعني ما يهمهاش غير مصلحتها. فانا مش زعلان يعني. المهم ان الواحد ان شاء الله باذن الله يعمل سنه كويسه فيها نادي الاتحاد. ولو ربنا اراد ورجعت السنه الجايه الواحد يرجع ان شاء الله باسم تاني. طيب عايز اسالك سؤال برضو. الحد اللي انت بتتكلم عليه ده هو حد في داخل الجهاز الفني ولا في الاداره؟ بالظبط كده، 2 في الجهاز الفني. 2 في الجهاز الفني. مش عايز تقول اسماء؟ مع جمهور الزمالك كله عارفهم يعني. جمهور الزمالك كله عارفه. كابتن حازم انا بشكرك شكرا جزيلا، بس انا طالب منك طلب صغير قد كده. عايزك ان شاء الله باذن الله الموسم ده تكسر الدنيا، لانه مكانك موجود في منتخب مصر. صحيح ولا انا غلطان؟ مكانك في منتخب مصر، فالحافز عندك موجود والدافع عندك موجود، وانت بتحظى بشعبيه وجماهيريه من جماهير نادي الزمالك. بس انا مش عارف انت هتعمل ايه في 100 عقبه، وجماهير 100 عقبه اللي اكيد هيبقوا زعلانين بشكل كبير جدا كمان انك سبت النادي. اكيد الناس بتقابلك وتقول لك الكلام ده يا كابتن حازم. والله وانا ببقى زعلان لما بلاقي حد بيقابلني والله استاذ ابراهيم ويقول لي ان هو زعلان انا مشيت. انا ببقى زعلان اكتر منه. بس لما حاجه بتتفرض على الواحد او حد يبقى عايز يطفش حد وما حدش فيه رغبه، وخصوصا ان هم في ايديهم القرار دلوقتي، فاكيد الواحد هيدور على حته يلعب فيها السنه دي ان شاء الله، عشان يعني يقطع لسانتهم الناس اللي كانت بتتكلم على اللعيبه ولاد النادي او اللعيبه القدام او في سؤال تقليدي لازم اساله لك معلش بقى، لانه الامور بتفرض نفسها. لو اتعرض عليك النادي الاهلي، او زي ما اتقال في الفتره الاخيره انه حازم امام ممكن يروح النادي الاهلي، هتروح النادي الاهلي ولا لا؟ هو ما اتعرضش طبعا، عشان في ناس بتحب يا ابراهيم تسوق نفسها ان النادي الاهلي بيفوضها او لا. ده اللي بيحصل الفتره اللي فاتت دي كلها. لا انا ما حدش في النادي الاهلي كلمني خالص. ولا حد عرض عليا النادي الاهلي. بس انت عارف طبعا يا ابراهيم ان النادي الاهلي ونادي الزمالك اكبر ناديين في مصر، فاللعيبه كلها طبعا تتمنى ان هم يرتدوا ست نادي الزمالك او ست نادي الاهلي يعني. ما عندكش مانع يعني، انت لعيب محترف. الناس كلها انت عارف طبعا يا ابراهيم النادي الاهلي ونادي الزمالك اي حد يتمنى ان هو التيشيرت بتاعهم طبعا. هكرر لك السؤال تاني، ما عندكش اي حد يتمنى ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي ونادي الزمالك يا ابراهيم.